عايزة أقول لكم اللي من غير أم حالة تغُم يا جماعة، فعلًا والله العظيم حالة تغُم. هاقول لكم ليه دلوقتي حالة تغُم، وفعلًا ليه الأم هي كل حاجة في الدنيا، بس قبل أي حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. يالّا ما تنسوش تصلّوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزة أقول لِك إن الصديقة والحبيبة والدنيا كلّها هي الأم. والله العظيم أمي يعني الأم برغم مثلًا حتى لمّا بتكبر أوي في السِن، برغم ضعفها هي كل القوة يا جماعة، يعني الأم بكل الضعف اللي بيكون فيها هي أنتِ بتستمدّي منها القوة، بتستمدّي منها كل حاجة. يعني أمي الله يرحمها لمّا كانت موجودة في الدنيا كنت حاسة بحاجات كتيرة حلوة، دلوقتي الواحد فقد الحاجات الكتيرة أوي دي اللي كان حاسس بيها. أمي اللي كانت يعني كل يوم ممكن تتصل بيّا 5، 6 مرات لو أنا مش موجودة مثلًا خرجت من البيت. أمي اللي كانت دايمًا عايزة تسمع صوتي وتطمن عليَّ. وأنا كمان كل يوم يعني كنت لازم أرن وأتصل عليها وأكلمها وأقعد أحكي معاها وتحكي معايا. بجد الله يرحمها يا رب ويسامحها ويرحم أمواتنا ويخلّي لكم أمهاتكم يا رب للناس اللي أمهاتها موجودة. بجد اللي عنده أم يا جماعة ما يبعدش عنها، يفضل جنبها. يعني أنا كانت أكتر مشكلة إن أنا المسافة ما بيني وما بين أمي بعيدة، متجوزة بعيد عنها، فكنت باتمنى إن أنا كل لحظة أكون جنبها وكل لحظة يعني أحس بقرب أمي. بجد يعني برغم مثلًا أقول إيه يعني الأم طبعًا بتبقى كبيرة في السِن، بس سبحان الله بتحسّي إن كانت عقليتها يعني واصلة يعني لعقليتي. أمّا كنت أقعد أحكي معاها في حاجة أو أتكلّم معاها، كانت بتبقى حاسة بيّا وفاهماني، وحتى لمّا كانت تيجي تسمع صوتي وأكون تعبانة تقول لي يعني هي من نَفْسها تقول لي: "أنتِ تعبانة." يعني بجد يا جماعة الأم دي فضل ونعمة كبيرة جدًا، 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 مش هيحس بيها غير اللي افتقدها. ليه أنا طالعة أتكلّم في الموضوع دوّة؟ أنا شايفة صراعات كتيرة أوي، 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 ما بين الناس بقى واللي أمه موجودة واللي بيبُص لورث وغيره، وغيره، وغيره. عايزة أقول لكم والله العظيم الحاجات دي كلّها حاجات كلّها ما لهاش أي قيمة خالص. يعني بجد وجود الأم ده كل شيء، بعد أمّا الأم ما بتروح خلاص بيبقى فاضل إيه تاني؟ المكان اللي الأم بتكون مالياه ومنوّراه. يعني أنا أمي الله يرحمها يا رب ويسامحها، كان وجودها مجرد وجودها كده في المكان كان منوّر الدنيا. كانت وأنا رايحة مثلًا تفضل تبُص عليَّ لغاية لمّا أوصل وأطلع وكده، فالإحساس ده خلاص الواحد افتقده. بجد كانت هي كل الدنيا، فبعد بقى موتها يعني إيه المهم والّا إيه فايدة أي حاجة في الدنيا؟ الناس اللي بتاكل بعضها وبتقطّع بعضها عشان خاطر حاجات ما لهاش ستين لازمة. دلوقتي بقوا يعني هاقول إيه، دلوقتي بقوا الإخوات بياكلوا ببعض، وعشان مثلًا خاطر وِرث والّا عشان خاطر ده طمعان في حاجة والّا ده طمعان في حاجة، برغم إن الدنيا فانية. يعني أصحاب الحاجات دي أساسًا راحوا فين؟ يعني أصحاب الحاجات اللي هم سابوها راحوا فين؟ المفروض إن اللي بيبقى دايم واللي باقي هو الصلة، هو الأخوة، هو الحب، هو الاحترام. ما فيش حاجة تانية يعني ليها أي فايدة ولا ليها أي لازمة. كفاية الواحد الإحساس اللي بقى حاسّه يعني بعد بابا الله يرحمه كان الإحساس قوي، بس يمكن طبعًا اللي كان يعني كان إحساس الحزن غالب على الواحد، بس كان يمكن وجود الأم معوّضه. بس بعد أمي فعلًا لمّا ماتت يعني بجد الدنيا والله العظيم فضيت. يعني أمي دي يعني حسّيت بقيمتها أوي، أوي، أوي. خاصةً فعلًا أنا ساعات باقعد مع نفسي وأسرح كده أفتكر صوتها، يعني ما بيروحش من دماغي، أفتكر ضحكتها. ونقعد مع بعض ونتكلم مع بعض، ولمّا أكون عندها نقعد نسهر أنا وهي ونقعد نتكلم، وآجي أقول لها نامي، بتحب يعني مثلًا بتنام بدري وتصحى بدري، تقول لي: "لأ، هو أنتِ معايا كل يوم؟" أحس إن هي مش عايزة مثلًا تضيّع وقت وتنام وتسيبني. بجد افتقدت حاجات كتيرة أوي. مثلًا كنت رايحة لها وكنت زعلانة وكده وسايبة البيت،
ألاقيها مثلًا بالليل تصحى تغطّيني وأنا أبقى حاسة، تطبطب عليَّ وتصحى مثلًا تحضّر الفطار ومش عايزة تصحّيني مثلًا، تحضّر فطار لعيالي ومش عايزة تصحّيني، لأ أمكم تعبانة كفاية الله يعينها ويقويها على اللي هي فيه. بجد الواحد الإحساس ده افتقده كتير، كتير. أمّا جيت أبُص حواليّا لقيت إن بجد ما فيش، يعني لقيت أولًا ولا أي حاجة ليها أي لازمة، هو اللي لازمة في الدنيا هي المصلحة، الرابط في الدنيا إن اللي قدّامك عايز حاجة، الحاجة دي مش موجودة خلاص، هو ما يعرفكش ولا أنت تعرفه. يا جماعة والله العظيم هي دي بقت الدنيا، إحنا مش هنلوم على الدنيا، إحنا الواحد بيلوم على البشر، على الناس اللي هُم جوّه الدنيا، اللي هُم ولا بيعرفوا ربنا ولا بيراعوا ربنا ولا باصين اليوم ما هيقفوا قصاد ربنا مثلًا، إن الدنيا بما عليها فانية، يعني الدنيا مش مستاهلة أي حاجة. تسوى إيه مثلًا تسوى إيه إن الإخوات يعملوا كده ببعض، تسوى إيه إن الإخوات ما بيعرفوش بعض غير عشان خاطر مصلحة هيقسموها ما بينهم، تسوى إيه؟ يعني سبحان الله الإخوات اللي اتربوا مع بعض وهُم صغيرين، لمّا كبروا ما بقوش يعرفوا بعض، بقيتِ تحسّي إن أنتِ معاشرة ناس أغراب، مش هُم دول مثلًا أنتِ اتربيتِ معاهم، مش هُم دول اللي هُم المفروض يحسّوا بيكِ وتحسّي بيهم، ففي حاجات كتيرة كده الواحد يعني افتقدها، فيا ريت الناس ترجع لربنا وتعرف إن في آخرة وفي حساب وإن ما حدش بياخد معاه حاجة، أصحاب الحاجة نفسها سابوها ورحلوا. فهي ده الكلام اللي أنا كنت عايزة أوصّله، لإن أنا شايفة مشاكل كتيرة والناس كتيرة والناس بتاكل في بعضها وبتقطّع في بعضها وبيخاصموا بعضهم وبيبعدوا عن بعضهم، ده كلّه عشان خاطر إيه، عشان خاطر هدف معيّن هُم عايزين يوصلوا له. ففي مثل بيقول لك يعني اجري يا ابن آدم جري الوحوش غير رزقك لم تحوش، كده السعي والجري في الآخر كده هو اللي مكتوب لكم هو اللي أنتم هتاخدوه، ولا هتاخدوا أكتر ولا هتاخدوا أقل. بس لمّا تيجي هتدوّر حواليك هتلاقي نَفْسك إن أنت افتقدت أقرب الناس ليك وإن المفروض يكونوا سَنَدك في الحياة، لأ، خلاص الواحد أهم حاجة بقت المصلحة، مش مهم الإخوات ومش مهم السَنَد، أهم حاجة المصلحة، أهم حاجة الواحد بيبقى عينه على حاجة مش مهم حاجة تانية، إخواتي بقى والكلام ده كُلّه، لا، لا، لأ، أهم حاجة الفلوس، فالله المستعان